يا صباح الهنا والجمال على عيونكم، عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ طبعا عملنا بقى اللفت المتخلل. تمام، قلت بقى نعمل غدا بالمره. هعمل غدا ايه؟ هعمل كبده. تعالوا، كبده بالشكل ده كده. هنزل بيها هنا في الطبق. طبعا الكبده يا جماعة ما بتتغسلش، الكبده البلدي ما بتتغسلش. طبعا انا معايا الكبده كده جايباها شرايح، لان انا هعملها بانيه النهارده. تعالوا بقى كده نعمل الكبده مع بعض. هنعملها كبده بانيه بطريقه حلوه. طبعا معايا الكبده الشرايح اهي، زي ما اتفقنا الكبده ما بتتغسلش. تمام. معايا هنا بقى ايه؟ فصين من الثوم، يعني فرمهم ناعم. معايا فلفلايه حاميه، فلفل اخضر كده حامي. تمام. معايا هنا ليمون، ليمونتين كده. هناخد عصير الليمون بتاعهم، يعني حوالي معلقتين من الليمون. تمام. هقول لكم بقى على خطوه، بصوا حاجه كده خرافه. تمام. كده حطينا ايه؟ الفلفل والثوم والليمون. تمام. هنخش هنا بقى على التوابل. هنحط معلقه كبيره كده من الكمون، معلقه من الكزبره، شويه صغيرين من الفلفل الاسود، معلقه من الملح. تمام كده. تمام كده. وكده تبقى التتبيله دي كده. هنحط الكبده دي كده حوالي نص ساعه في التلاجة او ساعه حسب ما تحبي في التتبيله دي كده. هنقلبها كده. تمام. وبعد كده هنحضر البقسماط بتاعنا، هنحضر البيض بتاعنا، وهقول لكم هنضيف ايه برضو على البيض. تمام. بصوا كده اهي، دي التتبيله بتاعه الكبده. تمام يا بنات. تمام. حابه تحطي شطه بقى براحتك، الشطه دي يا جماعه اختياري، بس هو الاساسي الكمون والكزبره. تمام. الفلفل الاخضر، ثوم، ليمون، كمون، ما فيهاش اي افتكاسات. تمام كده. هنحطها بقى كده، نغطيها ونحطها في التلاجة حوالي نص ساعه وارجع لكم تاني. حاجه هنا كده معايا هنا بقسماط ناعم. ده كده بقسماط يا بنات، ماشي؟ بقسماط يعني الحاجات البقسماط والحاجات دي ممكن تجيبها من عند بتوع الفينو. هنحط هنا كده البقسماط ده بقسماط ناعم. تمام، عشان الكبده. تمام. وهنا معايا بيضتين. هحط كده البيض، هكسر البيض. معايا هنا بيضتين اتنين. تمام. هنحطهم بالشكل ده. تمام. بتاعتنا كمون، فلفل اسود، كزبره، رشه من الكزبره. تمام. ومعايا بهارات، توابل كبده. دي توابل كبده بتجيبيها من عند العطار، تقول له عايزه بهارات كبده. تمام. بتحطي منها برضو ايه؟ رشه صغيره كده اهو مع البيض. وهنقلب كل ده كده، وهتضيفي طبعا الملح اهو. خرافه. هنحط الملح. تمام. الكبده البانيه دي اسهل حاجه، وبصوا احلى حاجه بصراحه، انا بحبها جدا. اهي هتغرقيها، لازم كده تغرقيها في البيض والبهارات والملح والحاجات دي كلها. تمام. تغرقيها كده وتطلعيها. ماشي. بصوا الكلام بقى، بصوا الجمال. هو ده الكلام، هو ده الكلام يا بنات. جنبها بقى شويه مكرونه بقى، يا سلام بقى، شويه بطاطس مقليه. يظبط الاداء. اي حاجه اللي انت عندك عايزه تعمليه واللي ولادك بيحبوه جنب الكبده اعمليه عادي. يعني انا بصراحه هعمل مكرونه، ان احنا عندنا هنا ادمان المكرونه بصراحه. والكبده بقى بصراحه جميله، جميله يا بنات اهي. تمام. هكمل بقى بقيه الكبده دي كده وارجع لكم تاني. وادي الكبده اهيت، شرايح الكبده اللي احنا البقسماط والبيض بعد ما حطيناها في التتبيله وحطيناها نص ساعه او ساعه الا ربع في التلاجة، طلعناها عملناها في البقسماط بالشكل ده. وحطينا زيت يسخن جامد على نار عاليه، وبعدين هنقلي الكبده. طبعا بصوا هنا الزيت سخن قوي. هنزل معايا هنا بالكبده.
بصوا الشكل ده، بصوا المنظر. لازم يكون الزيت سخن قوي كده بالشكل ده، يبقى سخن كده الكبده تطلع معاكي حلوه. ماشي، هننزل تاني اهو. بسم الله. الريحه بقى والله العظيم الريحه تحفه. تكوني مجهزه طبق جنبك كده بقى تطلعي فيه الكبده. بصوا اول ما تلاقيها اللون ده طلعيها. تمام. وطبعا يا جماعه دي كانت شكل الكبده البانيه اهي. تمام. ودي المكرونه، وهنا كان مخلل بقى وعيش وكده يعني. تعالوا بقى اتغدوا معانا. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تدوسي لايك وشير وتشتركي في القناه.